السلام عليكم، صباح الخير ولا مساء الخير على حساب وقتاش تشوفوا هذه لا فيديو. وش راكم؟ ان شاء الله تكونوا بصحة جيدة. فلوق جديد، روتين جديد، ان شاء الله يعجبكم. ما تنساوش تبداو لي لا فيديو بجيم، كومنتير، ابوني وفعلوا الجرس باه يوصلكم كل جديد. لا روتين تاع اليوم تحت عنوان روتين البدايات الجديدة. دونك في لا روتين تاع اليوم رايحه نشارك معكم نهاري من الصباح حتى لليل مرة، كيفاه نبدا نهاري وكيفاه نختمه. بعض التغييرات على المستوى النفسي، الجسدي، الصحي. تابعوا لا فيديو حتى الأخير. وكذلك ما ننساوش الرجيم والاكل الصحي اللي رانا نتبعوا فيه، يعني النظام الغذائي تاعنا رانا مكملين فيه ومستمرين باذن الله. اول ما نوض الصباح توجهت ديريكتومون لا سال دو بان، غسلت وجهي بالغسول تاعي، بروسيت سنيه، حاشاكم. المهم هذه هي اول نصيحه نمدها للنساء، خاصه الامهات اللي ما عندهمش الوقت. دونك هذا هو الوقت المناسب اللي تقدري تتهلاي فيه في روحك، ما تنسيش روحك. دونك من الاحسن تصبحي صباح، ديري لا روتين تاعك، تغسلي وجهك، تبروسي سنيك، ترطبي وجهك، تمشطي شعرك، وبعدها ديريكتومون تروحي تصلي صلاتك. وما تنسيش تقراي ورد من القرآن الكريم في صلاتك. وهذه هي الحاجة اللي راني حابة نحفزكم بها ونحفز نفسي وإياكم، وربي يثبتنا ويثبتني ويثبتكم. وكذلك إن شاء الله نبقاو مستمرين في الإنجاز هذا ولا في التغيير هذا على المستوى الديني. بعدها رحت ديريكتومون شربت لا فيتامين دي تاعي. شوفوا، اي وحده راهي دير في ريجيم وتشوف في روحها ماهيش تنقص في الميزان، تروح تشوف لا فيتامين دي تاعها. تروح دير لي زاناليز تشوف لا فيتامين دي، اذا لقاتها هابطه بزاف، اكيد كي تكون لا فيتامين دي تاعك هابطه في الكوخ، ما كيش رايحه تشياني، ولا الايض تاعك ولا الحرق تاعك رايح يكون ثقيل بزاف وتقريبا منعدم. دونك لا فيتامين دي مليحه بزاف، نشربوها الصباح اجا. بعدها رحت درت لا تيزان تاعي مع الديتوكس. لا تيزان هذه البنات شوفوا شريتها عندي وقت وما كنتش نستعملها، بصراحة ما كنتش نستعملها. وبعد هذا قلت خلي نجرب ونشوف، واذا لقيت عليها نتيجه مليحه وما لقيتش عليها اعراض جانبيه رايحه نشاركها معكم. وما ننساش الديتوكس اللي كنت درت فيه ورقات تاع كرافس مع نص مغرفه صغيره بذور الشيا، ونشرب هذا الديتوكس بوندون لا جورني. والصيام اللي راني مديراتو هو الصيام المتقطع 18/6، وقلت لكم في الفيديو السابق ليه راني ندير هذا النوع من الصيام المتقطع، ويعني فهمتكم مليح. اللي ما شافتش الفيديو السابق رايحه تلقيه قبل هذا مباشره. وهذا كان اول فيديو في سلسله البدايات الجديده، وهذا راهو ثاني فيديو. بعدها نروح ديريكتومون نبدا في الشغل تاع الدار اللي لازم ولا بد نديروه كل يوم. وبعد ما درت لا تورني تاعي في الدار، فرزت الحوايج اللي لازم يتفرزوا، حطيت غسله في الماشينه. كنت لهنا كذلك فرزت لي شامبر، هويتهم، اسبيريتهم، غسلت لي سانيتير. جيت لهنا لا كوزينير هذه اللي كانت في البروغرام اني لازم نغسلها. اعتذر على المنظر. كنت لازم عندي هكذا ديفون نحطها في البروغرام،
نغسلها هكذا خطرة في الشهر، خطرتين في الشهرين. المهم عندي لازم نغسلها دايما، حاطتها في بروغرام، فهمتوني؟ دونك جا وقتها باه تتغسل، كنت درت لها ديغريسون، فحفحتها غرقتها بالديغريسون. انا هذا الديكريسون اللي راني نستعمل فيه هايل ويعجبني بزاف، خير من فورس اكسبريس وخير من فيغور. عن تجربه انا هذو الزوج ما عجبونيش. تاع امير نورمالمون كاين ديكريسون امير، ما خدمتش بيه، ما جربتوش امير ولا راح لي اسمه. المهم ماشي امير، مش ديكريسون امير، نورمالمون هذاك الديكريسون بريلكس، فوالا تاع بريلكس انا ما جربتوش. ليسونسيال جربت هذا نورمالمون ايل، جربته هايل هايل يعجبني بزاف. دونك شوف، نروحوا لهاد لاستيوس هذه البنات كنت شفتها عند قناه نسيت اسمها، سينو انا ما عنديش مشكل اني نذكر اسماء القنوات في قناتي عادي جدا. كنت شفتها دارت هكذا العيون، حطتهم في ساشي، دارت عليهم البرودوي وخلاتهم، من بعد كي ولات راحت ليهم حكتهم خرجوا لها فاسيلمون. جربتها قلت بوركوا با، حاجه براتيك، وما كنت انا نحطهم في باسينه من قبل وندير عليهم ديكريسون، نلقى هذاك ديكريسون كل سيح لتحت في الباسينه من تحت، شغل ما استفادتش مره من واسمه. مي بالطريقه هذه حسيت هذاك الديكريسون صح. كلا هذاك لي دام اللي راهم في العيون، بعد كي جيت نحكهم فاسيلمون، تحكوا فاسيلمون. شوفوا جربوا الطريقه وعلى بالي رايحه تعجبكم بزاف بزاف بزاف، هايله يعني ناجحة، جو فاليد. ودوكا البنات خليوني نسقسي عليكم، واش راكم، واش حوالكم، طمنوني عليكم في كومونتير، واش راكم دايرين فيها مع الاكل الصحي، مع السبور، مع الحياة الصحية اللي راكم عايشينها، مع التغيير الايجابي اللي راكم ديروا فيه لرواحكم. طمنوني عليكم في كومونتير، وشكون اللي بدات معانا ولا بدات معايا الريجيم من يعني من نهارات اللي بديت نحط فيهم الروتينات تاع الريجيم. دونك انا راني مازلت مستمره، وباذن الله مانيش رايحه ننقطع وما رانيش رايحه نفشل. المهم انكم تبداو بشوي بشوي بشوي، دوسمون، جافونس دوسمون مي جافونس. هذه هي المقولة اللي لازم تحطوها في لسانكم، ولا نقولوا قليل مستمر خير من كثير منقطع. هذه لازم بزاف تحطوها في لسانكم، ما تشيانوش هذيك الشيونية تاع الزربة تقتلوا روحكم بالشر. سي فغي رايحين تشيانو، مي رايحين تشيانو مع ترهل كبير، رايحين تبانوا عجايز. كون تشيانو بثمثم، يعني مثلا نقولوا 40 كيلو طيحيهم في شهرين. رايحة تشياني صح، مي رايحة تشياني وتبان يبان عليك الكبر، تباني أكثر من عمرك، ورايحة تشياني بترهل كبير، لأنك ما مديتيش وقت لروحك لجسمك انه يشد روحه، ان ما عاونتيهش بالسبور، ما عاونتيه بحتى حاجه، درتي ريجيم هكذاك برك، ريجيم اللي نقص لك بزاف من لي فيتامين، نقص لك بزاف من الكولاجين، نقص لك من حوايج بزاف في الكور تاعك، لدرجه انك رايحه تباني عجوزه، وكي تبداي تاكلي تولي لحياتك العاديه كيما كنتي رايحه تزيدي الدوبل. سي بور سا نقول لكم بشوي، كيلو ولا 500 غرام في السمانه راهي هايله بزاف، راكي هايله وراكي تنقصي بطريقه صحيه. حنا الهدف تاعنا انه نبدلوا اسلوب الحياه تاعنا، لو مود دو في تاعنا يتبدل، نوليو ناكلوا اكل صحي. من ذاك تتريشي تدخلي شويه هكذا، سخفتي على شوكولا، سخفتي على شيبس، سخفتي على ساندويتش تاكوس بيتزا، معليش دخليهم في ايامك العاديه، لكن ما تكثريش، ماشي كل يوم تاكلي الاكل غير صحي، داكوغ؟ وكذلك البنات كي نسمعوا كلمة الرجيم ماشي حرمان، على بالنا الرجيم ماشي حرمان، تقدري تاكلي كل حاجة مورفة تاكليها من قبل، تاكليها بطريقة صحية، تنقصي الكميات وتاكلي، لكن الرجيم ماشي حرمان. ونعتمدوا على نظام الكميات، يعني نظام السعرات، تنقصي في السعرات تاعك، ديري عجز في السعرات وتاكلي وتشياني. سي فغي هذا النظام دار بزاف نتائج، ولا دار بزاف دي بون ريزولتا، مي بشرط ماشي تعتمدي على الكميه وتهملي النوعيه.
على بالنا الكونتيتي مهمه، لكن الكاليتي تاع الماكله ثاني مهمه جدا. ركزوا عليها. ماشي مثلا تروحي تاكلي حاجه مقليه في الزيت وتقولي راني حاسبت لها السعرات تاعها نورمال، ولا تروحي تاكلي حاجه حلوه بزاف وتقولي نحتسبها من السعرات اليوميه تاعي. هكذا راكي ديري في غلطه. من بعد كي تروحي توزني روحك بعد اسبوع تلقاي روحك ما نقصتيش وانتي راكي حارمه روحك. هنا تعرفي السبب، لانه النوعيه راهي تاثر بزاف. النوعيه راهي تاثر على هرمون الكورتيزول، راهي تاثر على هرمون الانسولين، راهي تاثر على هرمون الليبتين. دونك هذو هرمونات لازم تتاكدي منهم، ولازم ديري لهم حساب باه كي تشيني بطريقه صحيه. هنا البنات كان هذا هو غداياه. كانت هذه هي الوجبه الاولى اللي ديتها. كما شفتوني كنت مانيش قاعده، دونك تغليت 3 بيضات، درت لهم شويه كمون، طماطم، خيار، زروديه، مايونيز صحيه اللي كنت شاركتها معكم بالجبن الابيض، وحبه تفاح درت لها رشه قرفه، واللهم اديمها نعمه واحفظها من الزوال. هنا كنت خرجت نشرت القش، كان تغسل وخلص يعني طحت معاه السوسوه. نشرت القش ومن بعد نكملوا لا روتين تاعنا. ودوكا البنات جينا نديرو العشاء. كنت درت العشاء لا سوب دو سيتروي ولا شوربة اليقطين ولا شوربة الكابويا. نحتاجو فيها الكابويا عينك ميزانك، حبة بصلة، شوية كرافس، و عدس. انا درت مغرفة كبيرة برك، ورشاش تاع زيت زيتون ما يعادل ملعقة صغيرة. وتقدروا تستغنيوا على اي زيوت وتقليو غير بالماء. يعني انا راكم شفتوني في فيديوهات سابقة مولفة ندير هكذا. نحط الخضرة تاعي كاملة كما راكم تشوفوا وكل مع بعضها. الكرافس، اليقطين اللي هي الكابويا، البصلة والزرودية، ونحطهم على نار هادية يتقلاو. كما قلت لكم سر البنة في لي سوب هي التقلية. ودوكا نجي نسيزونيهم، ندير لهم غرفة يعني اون بون كونتيتي تاع ملح على حساب هكداك. وجات مسوس من بعد جاتني مسوسه شويه، تجي مسوسه نزيدو لها الملح خير ما تجي مالحه، ودير لنا احتباس سوائل. درت رشه تاع نص مغرفه صغيره تاع فلفل عكري ولا فلفل احمر حلو، فلفل اسود بيان سور، ودرت الكزبر ودرت الكركم باه نحافظ على هذاك اللون الاصفر تاع اليقطين. يعني خلطت بين الفلفل الاحمر الحار والكزبر، الفلفل الاحمر حلو والكزبر، باه تجيني هذيك لا كولور تبقى لي في الاورانجي هكذاك، تجي لا كولور مليحه. باسكو كي زدنا لها الكرفس رايحه تميل شويه للخضوريه. هذا مكان نقليه، من بعد نزيد العدس الاحمر. شوفوا نقليها على نار قليله باه ما تلزقش. والغلطه تاع الخطره اللي فاتت ما عاودتهاش، العدس الاحمر زدته هو الاخر ومن بعد زدت ديريكتومون موراه الماء باه ما يلزقليش وما تتحرقليش هذه لا سوب. راني كيف تعلمت من الخطا تاع الخطره اللي فاتت. هكذا ونزيدو الماء ونزيدو نقليو شويه وبعدها نمرقو ديريكتومون ونخليوها طيب على نار هاديه. شوفوا هذه لا سوب ماهيش رايحه تطول معكم، ديريكتومون رايحه طيب وتوجد. بعدها بعد ما طابت زدت لها مغرفه من الجبن الابيض اللي كان قعد لي من الغدا، درت به لا مايونيز في الغدا، وفي العشاء كملت درت به لا سوب باه تجيني هكداك لا كونسيستانس تاعها تجيني كريماس. وهذا مكان، وهذا هو كان عشايا مع سكالوب مشوي وصالاد، اللهم أديمها نعمة. انا كي نكون في الشتاء نحب بزاف ندير لي سوب، لكن الاكل الصحي يا البنات ماهوش غير سوب وسكالوب وبيض مغلي وصالاد. وهذا مكان الاكل الصحي تقدري ديري محاجب صحيين. التشكشوكه تاعك تنقصي لها الزيت، ما ديريلهاش مزيته بزاف، وفي بلاصه ما ديري المحاجب بالدقيق ولا بالفرينه ديريهم بالديول. رايحين يجيوك ثاني محجب. واش نقول لك بنه. تقدري كذلك البوراك في بلاصه ما طيبيه بتقليه حطيه في الفرن ولا حطيه في الاير فراير وديريه مع لي سوب.
كاينين امورات بزاف نقدروا نديروهم صحيين، وان شاء الله رايحه نشارك معكم. انا فقط نحب من خلال فيديوهاتي نمد لكم افكار، ودي فوا نمد لكم وصفات. يعني مانيش كيما نقولوا مانيش انا ملتزمه غير بالاكل هذا فقط، انا ننوع بزاف في ماكلتي باه ما نسخفش وما نتشهاش وما نتريشيش، هذا هو الصح. وشكون كيما انا البنات يحب ياكل لي سوب بالقارص؟ انا ما نقدرش نستغنى على القارص في لي سوب. ولهنا حطيت المغنيسيوم قدامي باه ما ننساهش ونشربه بعد العشاء. وهذا هو كان عشايا ولا الوجبة تاعي الثانية لنهار اليوم. وجبة متكاملة، عندي لي فيبر ولا الألياف من لا سوب ومن لا سالاد. عندي كذلك الدهون الصحية من زيت الزيتون اللي شويت فيه السكالوب. عندي البروتين من السكالوب ومن العدس. عندي شوية نشويات من العدس الأحمر، مش حاجة كبيرة. واللهم أدمها نعمة واحفظها من الزوال وارزق كل محتاج يا رب العالمين. شهيتكم في الجنة. وهكذا باه نعرفوا باللي ريجيم ماشي حرمان. لهنا بعد ما كنت كملت عشايا ورحت صليت العشاء تاعي، جيت راح نغسل المواعين ولا راح نحطهم في لافيسيل. جيت حطيت حبة مغنيسيوم هكذا باه نشربها. المغنيسيوم يساعدكم انكم انتي ستريس، يعني ينحيلكم الضغط ولا ستريس ولا التوتر، ويخليكم ترقدوا ويريلاكسيكم كذلك. مليح بزاف، خاصة في الريجيم. يعني إذا نقص رايح يعلي لكم هرمون الكورتيزول وراح يخلي الأيض تاعكم يتباطأ. في الريجيم ركزوا بزاف البنات على لي فيتامين والمكملات الغذائية. وهنا بعد ما درت فيها دوش في الشباب جيت وجدت قشي. حبيت نعطيكم لهنا البارفان اللي راني نستعمل فيها يعني حاليا، هي تاع ديور. هذه بارفان فليكسي البنات تاع ديور اديكت. شوفوا هايله، تعجبني. الريحه تاعها بودغي، نحسها حنينه. انا الروايح اللي يكونوا بودغي نحسهم حنان ونحبهم اكثريه في الشتاء. يعني انا آه، في العام كامل على طول العام ندير لي بارفان بودغي، ودي فوا ندير فلوري. سكري ما نديرهمش مرة لاني ما نحبهمش. مي هذه تاع اديكت ديور هايله بزاف ونحسها هكذا مليحه في وقت النوم. لهنا القطوط تاعي ولادي كانوا رايحين يرقدوا، درت لهم قرعه تاع حليب مع دو بواط ياغورت ياكلوهم، وانا ما ننساش الديتوكس تاعي. ولهنا بعد ما درت واجباتي أكل مع ولادي بدلت لهم غسلت لهم ورقدتهم، دونك جا الوقت هذا لأحسن فترة ولا فترة الهدوء والراحة النفسية. حطيت المصحف تاعي قدامي، جبت نوابري، جبت الديتوكس تاعي ورايحة نقرا سورة الملك، نقراها بتمعن. هكذا البنات رايحين ترقدوا آليز، ترقدوا متهنين، حتى النوم تاعكم رايحين ترقدوا نتوما مستراحين. ثبتوا على كلامي وجربوها إذا ما كنتم مولفين تقرأوا سورة الملك قبل النوم. وهذا هو البنات المقصود بروتين البدايات الجديدة، لأن البداية الجديدة مش مجرد ريجيم ولا رياضة. البداية الجديدة هي في علاقتك مع ربي، وهذه أهم حاجة وأهم بداية لازم تبدأي بها، وربي ثبتني ويثبتك. البداية الجديدة هي تفكيرك الإيجابي مهما كانت ظروفك، تروحي تشوفي النص الكاس المعمر، تشوفي للنعم اللي راهي دايرة بك. التفكير الإيجابي هي كتبدلي كذلك طريقة تفكيرك، تبدلي ردات فعلك، المايند سيت تاعك يتبدل، نظرتك للأمور تتبدل. هذه هي البداية الجديدة، وبإذن الله رانا مستمرين في هذه السلسلة، لأنه هذا كان ثاني فيديو في سلسلة البدايات الجديدة. وإن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله وبإذن الله راح نبقى مستمرين على التغيير نحو الأفضل. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هذه هي الآية اللي حبتكم تحطوها بزاف في راسكم وتمعنوا فيها وخموا فيها، لأنك تغيري انت من نفسك وكتبدلي بعض الأمور في شخصيتك ولا في حياتك، رايحة تقدري تعيشي الراحة النفسية ورايحة دايما تكوني بطاقة إيجابية. دونك إن شاء الله تكون لا فيديو عجبتكم، تستنيش بجام. على بروشين.